السلام عليكم. مرحبا بيا عندكم عاوتاني. جيت اليوم نونسكم بقصة جديدة. بالنسبة للناس اللي انتريسي بالمحتوى ديال الجرائم، ما تنسوش تخليو لينا لايك، ديروا سبسكرايب وتخليو دي كومونتير. نبداو القصة ديالنا ديال اليوم. نهار 10 في شهر 8 2022 في اوكلاند في نيوزيلاند، واحد العائلة كيحلوا واحد المخزن اللي يشروه في واحد المزاد علني. دخلوا لقاو فيه جوج ديال لي فاليز، داوهم معاهم للدار. ما كانوش عارفين بان هاد اللحظة غادي تكشف جريمة اللي بقات مخبية أكثر من 4 سنين. تبوست هذوك لي فاليز لقاو بقايا ديال جوج الجثث. باش نعرفوا شنو وقع خاصنا نرجعوا شوية بالزمن اللور ونمشيو عند واحد البنت اللي سميتها اي جي اون تزادت في كوريا وعاشت فيها حتى دارت 13 عام. من تما هاجرت مع عائلتها في 1993 لنيوزيلاند وبقاو عايشين تماك حتى 1998 فين مات الأب ديالها، وقررت باش ترجع لكوريا تقرا في الجامعة. دوزت تما عامين ومن بعد رجعت. ربما ما قدرتش انها تبقى عايشه في كوريا بوحدها، فرجعت لنيوزيلاند عند العائله ديالها وكملت تما القرايه ديالها. واحد النهار تلاقات بواحد السيد سميتو جو إيان. هو عايش في نيوزيلاند أصوله كوريا. تلاقات به في واحد الكنيسة اللي كانت خدامة فيها، كتخدم فيها غير لحد كتخدم أستاذة. تعارفوا وتعجبوا بعضياتهم وقرروا أنهم يتزوجوا في عام 2006 وعاشوا في ويست أوكلاند. من بعد الزواج ب3 سنين زادت عندهم واحد البنيته سموها يونا شهر 9 2009، ومن موراها زاد عندهم وليد سموه مينو شهر 3 2012. هاد الوليد مسكين كان عنده مشاكل في النطق بسبب واحد الشق عنده في الفم. المهم العائله كبرات شويه فتحولوا لدار اكبر وعاشوا تماك. الوليدات كانوا كيقراو في مدرسه اللي قريبه للدار. كانوا وليدات ظريفين مؤدبين، ماشي كيبغيهم لا في المدرسه صحابهم المعلمين العائله الجيران وحتى والديهم كانوا كيبانوا بلي فرحانين بوليداتهم ومهتمين بيهم وبقرايتهم، كانوا محبوبين عند الناس. ايان الاب كان خدام مشرف في مطار ديال اوكلاند، جيون كانت جالسه في الدار كتقابل وليداتها ربات بيت. كلشي كان زوين، عايشين حياتهم زوينه بخير، حتى لواحد النهار فين ايان تشخص بالسرطان. مات في شهر 11 2017 وخلى موراه مراته ووليداته. جيون كانت كتبغيه بزاف فتاثرت بزاف بالموت ديالو ودخلت في واحد الدوامه ديال الحزن والاكتئاب ولات منعزله وعندها شي افكار خايبه، ولات كتفكر في شكل بحال شي حاجه فيها ما بقاتش هي هذيك، شي حاجه فيها تبدلات لدرجه انها واحد النهار قالت لماماها بانها باغا تموت هي وولادها ويلحقوا على راجلها. شهر 12 2017 خدات ولادها وسافروا لكوريا في عطله لمده شهرين، جلسوا في احسن الاوتيلات وصرفت تقريبا 32 الف دولار نيوزيلندي اللي هي تقريبا 18 مليون سنتيم. شهر 4 2018 مشات جلست في واحد الاوتيل في توبو نيوزيلاند. شهر 5 2018 مشات هي ولادها لمدينه جولد كوست في استراليا، جلسوا في واحد من لي زوتيل ديال هيلتون. وفي شهر 6 2018 مشات هي ولادها لمدينه كوينز تاون جنوب ديال نيوزيلاند، وحتى تما جلسوا في واحد من لي زوتيل ديال هيلتون. دابا من التحركات ديالها كيبان بانها كتقلب على الراحه وكتحاول تهرب من الواقع. هذا السلوك كيتسمى الهروب النشيط behavioral escape coping، وهو طريقه ديال التخفيف ديال الضغط النفسي. من مورا الموت ديال راجلها كانت كتحاول تهرب من الواقع، تخفف على راسها هذاك الضغط النفسي بانها تمشي لبلايص اللي زوينين، بلايص اللي غاليين. المهم نرجعوا للقصه. اخر مره دخلوا فيها الوليدات لعبوا ماينكرافت كانت نهار 27 شهر 6 2018. من موراها حتى ما بقى عارف عليهم شي حاجه. دابا نرجعوا للمخزن. الشرطه خدات هذوك الجثث من عندك العائله، دات لي فاليز، سلمات الجثث للطب الشرعي اللي ما قدرش يحدد سبب الوفاه بسبب الحاله ديال الجثث. ما عرفش واش الضحايا ماتوا بالدواء مباشره او لا الدواء خلى الجسم ديالهم ضعيف والقتل تم بطريقه اخرى. دابا هو كاين تسمم بواحد الدواء، ولكن واش هما ماتوا بهذاك الدواء ديريكتومون ولا غير تم افقادهم الوعي بسبب هذاك الدواء ومن بعد تقتلوا بطريقه اخرى، ما قدرش يحدد. المهم تم استعمال لادين باش يحددوا الهويه ديال الجثث وشحال هذا باش ماتوا، وتوصلوا لان هادو هما يونا ومينو ولاد جيون. هنا تعمم على الاسم ديالها واكتشفوا بانها رجعت لكوريا الجنوبيه. الشرطه ديال نيوزيلاند طلبات من الشرطه الكوريه انهم يتعاونوا معاهم، وفعلا داكشي اللي كان، وتلقى القبض عليها في الميناء ديال اولسان شهر 9 2022، يعني من مورا شهر على اكتشاف الجثث. وفي الاخير ترحلات لنيوزيلاند. رجعوا للنهار الواقعه 2018. جيون عطات لولادها العصير اللي حطات فيه كميه ديال دواد الاكتئاب ديالها، ومن بعد خلاتهم واحد المده حتى واش اغمي عليهم او لا حتى ماتوا الله اعلم. من بعد حطات الجثث ديالهم في بلاستيكات كبار وحطاتهم في هذوك لي فاليز ومشات كرات هذاك ستوريج
أو المخزن وحطات فيه هادوك لي فاليز، ومن بعد هربت لكوريا وبدلات سميتها ولات سميتها إي هاكيونغ وبقات تما. تعرفات على واحد الراجل في واحد ديتين اب، حتى واحد الوقت حبسات ما بقاتش كتخلص الكرا ديال هذاك ستورج، فالشخص اللي كان كاري ليها ناض حط هذاك ستورج في مزاد ومن موراها شراو هذوك الناس. قبل ما تنفذ الجريمه كانت كتقول الناس بانها مخططه تسافر مع وليداتها وما عارفه شنو غادي دير في المستقبل، يعني داكشي قدامها كيبان ليها مشوش. من مورا ما راجلها مشى ما بقاتش عارفه شنو دير، هي كانت تعتمد عليه اعتماد كلي، فملي مشى بحال توضرات ما بقاتش عارفه شنو دير. مورا ما قتلات وليداتها وهربات قطعات الاتصال ديالها بالعائله ديالها نهائيا، يعني عائلتها ما بقاوش عارفين فين كاينه اصلا، شنو كدير، لا هي لولادها واش ميته واش حيه، ما عارفين عليها حتى شي حاجه. شهر 6 2022 واحد القس قال الام ديالها بان بنتها كاينه في شي مستشفى ديال الطب النفسي في كوريا، ربما كانت عنده شي زياره لكوريا والله اعلم. المهم شاف جيون ومشى قالها الام ديالها. من هنا بدات الام ديالها كتزورها، ولكن هي ما قالت الام ديالها حتى شي حاجه على الوليدات. يعني هاد المده كامله الام كتمشي من نيوزيلاند كتمشي عند لكوريا وكتعاود ترجع، ولكن ما عرفت حتى شي حاجه على الوليدات حتى النهار اللي تشدات البنت وعيطوا ليها البوليس وقالوا ليها راه بنتك تشدات اجي تشوفي. يعني حتى لديك الساعه عاد باش اكتشفت بان الحفيده ماتوا. المحاكمه ديالها بدات نهار 8 شهر 9 2025، يعني العام اللي فات، في هاي كورت في اوكلاند في نيوزيلاند. عرض عليها القاضي التهم ولكن هي ما جاوباتو، قال لها التهم اللي كاينين وهي بقات غير ساكته. النيابه قالت بان وليداتها ماتوا بجرعه ديال دواء مضاد للاكتئاب اللي كتاخدو جيان، ومن بعد خدات الجثث وخباتهم ومن بعد هربات وبدلات سميتها. هادشي كيبين بانها كانت واعيه بداكشي اللي كدير. الدفاع قال ليه لا، قال بان جيون كانت فاقده للصواب فاش قتلاتهم بسبب موت راجلها اللي خلاها دخلت في واحد الحاله نفسيه كتظن فيها بان ولادها خاصهم يتفاداو ويعيشوا مستقبل بلا اب، وانها ما كانتش قادره تفهم ان داكشي اللي دارت خطا في هذاك الوقت. المحامي قال بانها حاولت تخلص من راسها حتى هي من راسها ووليداتها عن طريق هذاك العصير اللي حطات فيه كميه ديال مضادات الاكتئاب وشربات هي ووليداتها، ولكن غلطات في لادوز اللي دارت كانت كافيه باش تقتل ولادها، ولكن هي بقات عايشه. فملي فاقت لقات ولادها ماتوا، ولكن الادعاء قال ليه لا، قال لي هذا تصرف اناني منها باش تهنى من المسؤوليه ديال الوليدات. المحاكمه ديالها دامت تقريبا شي 2 الاسابيع، بقاو كيعرضوا الادله والاستماع للشهود. في المحاكمات من بين الشهود اللي جابوا الام ديالها وجابوا العم ديال الوليدات اللي هو الاخ ديال ايان. الام قالت بانها ندمات علاش اللي ما داتش بنتها للطبيب نفسي وتابعات معها وحطتها في شي مستشفى نفسي، وقالت بان ملي هي باغا تموت علاش اللي ما قتلاتش راسها بوحدها وخلات الوليدات، علاش دات معاها الوليدات اللي ابرياء. العم كيقول بان خوه وصاه على ولادو قبل ما يموت وخلاهم في العهده ديالو، يعني خصو يبقى يرد لهم البال، وكيقول بانه بحال اخلف العهد ديالو للخوه ما كانش قد المسؤوليه. هنا هيئه المحلفين من مورا في الجلسه الاخيره كان خاصهم يمشيو باش يقرروا واش هي مذنبه بالقتل او لا، واش كانت واعيه او لا. وهنا هيئه المحلفين خداو 3 سوايع ونص تقريبا ديال المداولات وتم التصويت بانها مذنبه. هنا بقى غير القرار ديال القاضي. نهار 26 شهر 11 2025 تحكم عليها بالمؤبد وخاصها تدوز على الاقل 17 عام قبل ما تطلب الافراج. هاد القضيه كتبين تعقيد ديال النفس البشريه اللي ملي كتدخل في شي حزن عميق او لا كتوقف قدام فقدان ديال شي حد اللي عزيز. المحاكمه بينات توازن بين العداله وفهم الحاله النفسيه ديال المتهمه، بان الاكتئاب والضغط النفسي يقدروا يجروا بنادم لشي افعال كارثيه الا ما لقاش الدعم والمساعده في الوقت المناسب. هاد القضيه كتبقى درس صادم على اهميه الرعايه النفسيه والمراقبه الاسريه. كون جيون تلقات الدعم النفسي، كون هذيك الساعه الام ديالها فاش سمعاتها كتقول لها انا بغيت انا وولادي نموتوا، كون هذيك الساعه داتها الطبيب، كون هذيك الساعه داتها حطاتها في شي سبيطار وشدات هي الوليدات رباتهم ردات ليهم البال، كون غير بقات كتمشي عندها يوميا، شحال من حاجه كان ممكن دير باش يتفاداو هذا السيناريو ديال ان هاد الوليدات مساكن ابرياء يمشيو هكاك. دابا واش كيبان لكم بان جيون كتحمل المسؤوليه كامله؟ كاين مصادر اللي كيقولوا بان جيون غادي تدخل المستشفى الطب النفسي عاد باش من بعد غادي دار ليها تقييم الحاله ديالها، عاد من بعد شوفوا واش ممكن تقدر تدخل الحبس او لا غتبقى في مستشفى الطب النفسي. في نظركم اشنو كان ممكن يدار باش تفادى هذه الجريمه، وبالاحرى واش كان ممكن تفادي هذه الجريمه؟ والصراحه هادشي اقدار، ولكن
ما بغيتش نعطي الرأي ديالي الشخصي في هاد القضية، ولكن حتى الأم ديالها كتحمل مسؤولية، أو بالأحرى جزء من المسؤولية ديال الموت ديال هادوك الوليدات، لأن جيون جات لعندها وقالت ليها بأنها باغا تموت هي وليداتها. كان ممكن أنها تاخد شي خطوة هنايا، كان ممكن أنها ديها للطب النفسي، كان ممكن ديها لشي طبيب تابع معاها الحالة، كان ممكن تقول ليها تجلس معاها، كان ممكن تاخد من عندها الوليدات أولا تبقى مرة تطلّع عليها واخا غير مرة في الأسبوع. واش السيدة 4 سنين وهي غابرة وهما ما عارفينهاش فين كاينة؟ وحاجة آخرى، واش في نظركم المشكل هنايا مجرد مشكل نفسي محض، أولا كيف ما قال الادعاء هي كانت باغا تهنى من العبء ديال المسؤولية ديال هادوك الوليدات؟ لأن كيف ما شفتو مشات لكوريا وبدلات سميتها ودخلات لdating apps وتعرفات على شخص آخر وغادا بحياتها، فواش هذا تصرف ديال شخص اللي غير متزن نفسيًا؟ ما عرفتش الصراحة. هو يقدر يكون غير الاكتئاب ديالها اللي خلاها دير ديك الحالة، ممكن يكون الاكتئاب ديالها تطور، ممكن يكون فعلًا المرض النفسي اللي خلاها دير ديك الحالة. بغيت نسمع رأيكم في هاد القضية حيت شوية شوجاتني الصراحة. هي فيها المرض النفسي، ولكن واش 100% مرض نفسي؟ دابا هنا فين كان الاختلاف بين هيئة الادعاء والمحامين الدفاع، هيئة الادعاء وهيئة الدفاع، بجوج بهم كانوا متفقين بأنها مذنبة، بجوج بهم متفقين أنها قتلات الوليدات، ولكن واحد كيقول كانت واعية والتاني كيقول بأنها فاقدة للإدراك والوعي. الادعاء كيقولوا بأنها قتلاتهم وهي واعية بهداك الشي اللي كدير، والدفاع كيقولوا بأنها كانت مرفوعة السيدة، ما كانتش تما كتاخد دي زونتي ديبريسور اللي أصلا كانوا هما أداة الجريمة. المهم بغيت نسمع آرائكم في هاد القضية. هنا غتكون القضية ديالنا سالات. نلقاكم في القضية الجاية إن شاء الله. ما تنساوناش من لي كومونتير لي جيم ولي سبسكرايب، وتهلاو ليا في ريوسكم. نلقاو القصة الجاية إن شاء الله. باي باي.